صباح الخير أو مساء الخير حسب التوقيت اللي بتتفرجوا فيه على الفيديو. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المنظر الجميل ده طبعا مش هشوف حاجة حلوة ومش هوريها لكم. بصوا بقى المنظر ده، يعني ما اقولكوش قد ايه روعة وقد ايه جميل. بالطبيعي ان الخضرة والمية بتهدي الأعصاب. نظرتك كده تقعدي قدام مية وخضرة، دي حاجة من اللي بتهدي الأعصاب. لقيت المنظر الجميل ده، قلت لازم اعمل لكم بيه مقدمة فيديو تكون جميلة كده زيكم. ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب ودعوة حلوة من قلبكم. ورجعنا بقى البيت بعد ما كنت في مشوار كده وصورت لكم بقى المنظر اللي انا شفته ده. ورجعنا البيت وتعالوا نشوف هنعمل غدا ايه. نسمي بالله كده ونستعين بالله. اول حاجة حطيت معلقتين من الزيت، وحطيت عليهم المشروم. ده مشروم جبته وكنت مقطعاه كده. وقلت اعمل مكرونة بالمشروم. هحمر المشروم بالشكل ده في نقطتين الزيت. اول ما تحمر معايا كده هنزل بالفلفل الالوان اللي مقطعاه بالشكل ده، وهشوحه كويس برضو لحد ما اوصل يعني ان الفلفل يدبل بس كده مع المشروم. بصوا بقى، مبدئيا انا مش بحب، يعني بصوا اجرب حاجه. الا اقول لكم للامانه، هي اذواق، الاكل ده اذواق، بس انا جربتها ولقيت ان هي مش زي ما كنت متوقعاها. بصراحه انا اول مره بصراحه اكل مكرونه بالمشروم. تعالوا الاول نقول ان احنا حطينا توابل ايه. حطينا معلقه من الفلفل، معلقه من الكمون، وهنحط كمان معلقه من الملح. وهنقلب كل التوابل دي. وهحط برضو معلقه من البابريكا. وهحط شطه. يعني هظبط التوابل اللي انا عايزاها كلها فيه، وهقلبها كده. لما بجرب اكله وما مش بتبقى هي الاكله اذواق، بس لما بجرب حاجه ومش عاجباني ومحدش جربها قبل كده فبنصح لا، يعني بلاش تجربوا الحاجه مثلا ايه اللي انا جربتها وطعمها ما عجبنيش او ما كانش اللي الواحد متوقعه. انا اول مره احط المشروم على المكرونه. في ناس كتير جدا بتحب المشروم، وغالي على فكرة، يعني الطبق بس ب25 جنيه. هو مش رخيص بالفعل. فهو غالي على الفاضي. انا عن نفسي يعني ما حبيتهوش، ولا انا ولا ولادي. حطيت كده 3 معالق من الدقيق وهقلبهم كده في قلب على جنب. يعني انا بعد ما تبلت المشروم بالتوابل هو والفلفل وشوحتهم شويه، هركنهم بقى كده في نفس الطاسه برضو على جنب. وهروح حاطه 3 معالق من الدقيق وهقلبهم واشوحهم زي ما انتم شايفين كده بالظبط. 3 معالق، معلقتين، يعني بنحاول ما نكترش من الدقيق لان بيتقل، ده زي البشاميل بالظبط. بيتقل مع الغليان وكده. هشوح بقى الدقيق كده كويس قوي في قلب التوابل وقلب الصوص اللي نزل من الفلفل والمشروم. بعد ما شوحته كده هنزل عليه بقى باللبن. بصوا هحط كيلو من اللبن عليه. هقلب بس كده بالراحة لان عايزة ادوب الدقيق. فهجيب مضرب بقى كده معايا او معلقة، وهبدأ اقلب بالراحة كده لحد ما يفك معايا خالص. او بصوا هجيب المضرب عشان المضرب هيفك معايا الدقيق على طول. متقلقوش لو كلكع معاكم فهو بيفك على طول مع التقليب. شايفين فك معايا ازاي مع التقليب المستمر؟ تبص تلاقيه فك معاك على طول. هنزل بقى بباقي اللبن كله كده. شوفوا اول ما يفك معايا بيتقل، كل ما يفك معاكي الدقيق بيبدأ يتقل معاكي. هتنزلي بكمية اللبن بتاعتك كلها كده. لسه هحط لبن تاني. يعني انا حطيت على المشروم حسب بقى ما انت محتاجه تعملي كميه قد ايه من المكرونه. لو مثلا تعملي كيس تحطي نص كيلو من اللبن، هتحطي عليه قرنين من الفلفل الالوان. وهتحط عليه مثلا حوالي 5 حبايات كده او وحدات من المشروم متقطعين. قلبت بقى كله كده في قلب بعضه. وهنزل بقى بباقي اللبن. باقي كيلو لبن معايا كده هنزل بيه. وهقلبه كويس برضو. بس كان عندي لبن تاني ورحت احطه بصراحه. بس كده. وهبدأ بقى اقلب التوابل باللبن كله ببعضه بقى، الفلفل والمشروم. وهيبدأ بس يبدأ يغلي معايا كده. وكل ما يغلي، وطبعا احنا عارفين ان هو كل ما يغلي دي بشاميل، فكل ما يغلي كل ما يتقل معاكي.
هي أكلة سريعة وسهلة، بس أنا ما حبيتش المشروم. هاحط واحدة بقى من الماجي، ده الماجي ده اختياري، هاحط واحدة بس كده من الماجي، والماجي ده اختياري طبعًا. هي كانت واحدة الكيس فيه 2، بس واحد منهم واحدة كانت فاضية أصلًا. ودي واحدة فضيتها بس على المكرونة أو على الصوص بتاع المكرونة. هاقلب بقى كده واسيبها بقى تغلي مع بعضها كده لمدة 5 دقايق، وهنرجع تاني هنشوف هنحط إيه. تقلت معايا شوفوا إزاي، كل ما بتغلي كل ما بتتقل معاكِ، كده مضبوطة وزي الفل. ممكن تعملي بقى الطريقة دي بس تضيفي عليها بانيه، يعني شرايح كده أو قطع من البانيه أفضل من المشروم يعني، هتبقى طعمها أحلى كمان من المشروم. هاقلبها كده، بس لازم أسلق مكرونة بالزيت، لإن ولادي بيعشقوا المكرونة المسلوقة وتكون بيضة كده. يعني أنا مش باحط المكرونة سلقة مكرونة بالزيادة، مش هاحطها كلها طبعًا، هاحط بس على قد الأكل، والباقي هاخليه لهم ياكلوه كده، هُم بيحبوها ياكلوها كده جدًا. هابدأ بقى أقلبها، بُصّوا هاقلب بقى كده في بعضه عشان المكرونة كمان تاخد من الطعم. الله على الجمال بقى، إيه رأيكم بقى؟ شوفوا يعني هي تفتح النفس المكرونة كده، يعني مسلوقة كويس ومش مش ملزقة ولا مكلكعة ببعضها. هنبدأ بقى نقلب فيها ونخليها تسخن كويس أوي في بعضها كده شوية، ونروح بقى إيه غرفينها، مفيش أي حاجة تاني هنضيفها. لو عملناها بقى بالفراخ بتبقى طعمها أحلى. أنا للأمانة، عشان دي أمانة، أنا لما باجرب أكلة وباجرب حاجة جديدة، أنا أول مرة استخدم المشروم، أول مرة أكل المشروم ما حبيناهوش. هي الأكل أذواق، في ناس بتحبه جدًا في الأكل، أنا مش باحبه، أو هو ما حبنيش، مش هيخش البيت عندي تاني، لأن هو فعلًا ما حبنيش ولا ولا ولادي كمان. فخلاص بقى يعني إحنا حاجة جربناها، كلناها على فكرة، كلناه، مش هاقول لكم رميت الأكل ده كله، كلناه بس ما يعني مش اللي هو كله، ما قدرناش بصراحة يعني، طالما هو حاجة مش ح ما مش قادرين نتذوقها فمش هنكملها. فبس دي للأمانة يعني للناس اللي ما جربتش المشروم، لأ ما تجربوش المشروم، لأن انتوا مش يعني في ناس مش هتحبه. الناس اللي ذواقة قوي في الأكل دي مش، لأ بيفرق معاها الطعم. بص ممكن تحطوا مكانه شرايح أو قطع من البانيه، بتفرق في الطعم بصراحة، هتخليه تحفة. بصوا بقى الطبق للتقديم. طبعا كنت شايلة مشروم أو من الصوص ده على جنب، هبدأ بقى أحطه على الوش كده. بس كده. ايه رأيكم بقى في نهاية الفيديو؟ يلا بقى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب ودعوة حلوة من قلبكم، واستودعكم في رعاية الله. مع السلامة. ما تنسوناش في اللايك. بصوا بقى هدوقهولكوا كده، شوفوا بقى هدوقه قدامكم وهو سخن، طعمه جميل بصراحة للأمانة يعني. بس هو الأكل أذواق، يعني في ناس كتير جدا ممكن تعترض تختلف في الكومنتات وتقول لا ده هو حلو. الأكل أذواق يا جماعة، وكل واحد طبعا ليه حرية الاختيار.